إليكم أحدث أخبار النجوم والمسلسلات التركية. تصدر مسلسل حلم أشرف الترند في تركيا، وأصبح الأكثر حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي. النجمة ديميت أوزدمير تثبت من جديد أنها الرقم الصعب في الساحة، فبعد نجاحاتها المتتالية في الطائر المبكر، منزلي، واسمي فرح، ها هي تضرب من جديد بمسلسل حلم أشرف الذي تجاوزت نسب مشاهداته 5% في أول 3 حلقات فقط. الطفل ساربكان يعيش حالة من الحزن إذ يستيقظ كل صباح باكيا ويريد العودة لموقع تصوير مسلسل رائحة الصندوق، غير مدرك أن العمل قد انتهى. وبحسب تصريحات والدته، فهو لا يزال يتواصل بشكل شبه يومي مع النجمة أوزجي أوزبرينجي. مفاجآت في كواليس مسلسل روح المغامرة. بعد طرد النجم بوران كوزوم، تم الإعلان عن انضمام ألبير سالان ليحل مكانه ويشارك البطولة إلى جانب دنيز بايسال. استعدوا لمسلسل جديد بعنوان سكندال يحضر لعرضه في الموسم الشتوي المقبل. الأنباء تشير إلى أن البطولة قد تكون من نصيب الثنائي هاندا أرتشل وبارش أردوتش في ثالث عمل مشترك لهما بعد فيلم دعها للرياح والمسلسل الرقمي تذكر الحب. الكوميديا الصيفية قادمة. مسلسل الغرفة المزدوجة سيبدأ عرضه في مايو المقبل، ولكن لم يتم تحديد اليوم والتاريخ حتى الآن. النجمة أفرا ساراتش أوغلو تفاجئ الجميع بشراء منزل فاخر مطل على البوسفور بقيمة 35 مليون ليرة تركية، ما يعادل $1,000,000 أمريكي تقريبا. مسلسل شراب التوت البري سيعود ليثير الجدل من جديد. تسريبات تكشف أن شخصية نيلاي ستقوم بنزع الحجاب في نهاية هذا الموسم، الأمر الذي أثار موجة من الجدل على السوشيال ميديا. رسمياً تم الإعلان عن تجديد مسلسل المدينة البعيدة لموسم ثان، مع تأكيد استمرار شخصيتي زان ومينيه في الأحداث المقبلة. أبطال مسلسل المتوحش يعودون بمشاريع جديدة. النجم خالد أوزكور سراي وافق على بطولة مسلسل الفضيحة من إنتاج شركة O3 ميديا لقناة ATV، والمقرر عرضه في سبتمبر. سيجسد فيه دور إيزل، سائق شاحنات يسافر لمسافات طويلة. النجمة سيماي بارلاس أيضا على وشك توقيع عقد لبطولة مسلسل جديد يعرض في الموسم المقبل. وأخيرا النجم صفا زنجن أحد أبطال وادي الذئاب انضم رسميا إلى طاقم مسلسل حلم أشرف. إذا كنت من عشاق الدراما التركية، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شاركنا في التعليقات. ما أكثر خبر أثار اهتمامك اليوم؟